الدجاج محمر في لاكوكوت. هذا الوصفة نضمن لكم إذا جربتوها ماكمش حتزيدوا تتخلوا عليها وتولي معتمدة عنكم، تالمو سهلة وتجي بزاف بنينة، والدجاج يجي طايب بزبدة. شوفوا هنايا نجيبوا الدجاج اي طرف رانا حابينه. انا درت نص صدر وكويس، درت مغرفه صغيره طماطم مصبره، عصره تاع القارص، الطماطم هذيك حتمدلو تحميره هايله. هنا التوابل درت مغرفه صغيره فلفل احمر، مغرفه صغيره توابل الدجاج، مغرفه صغيره كزبر، نص مغرفه صغيره كمون وشويه فلفل كحل. الملح ما درتش لانه التوابل اللي درتهم ديجا فيهم الملح، وانتم ديروا مغرفه صغيره تاع الملح. زدت درت 3 فصوص تاع الثوم ربيتهم، وزدت شويه تاع لاموطارد، هذا اختياري تقدروا ما ديروش، والقارص تقدروا تعوضوه بالخله نسيت ما قلت لكمش. زدت شويه زيت ونماريني مليح هذا الدجاج. واذا كنتو ثاني حابين تمارينيوه مليح مليح، حكموا كاش عود اسنان ولا وثقبوهم مليح باش تدخل هذه التتبيله فيهم. هنا بعد ما تبلتهم مليح مليح غطيهم وخليهم يريحوا. تقدري تخدميهم الصباح طيبيهم نص النهار، ولا تخدميهم من الصباح حتى العشيه حيجيوك بزاف بنان. ومن بعد ما ريح هذاك الدجاج مليح مليح، هنا راح نسبق نقليه باش نتحصل على هذيك الطبقه الحمراء تاع الدجاج. درت شويه زيت شويه زبده. لي لاكوكوت تاعها ما تلصقش تقليهم ديريكت في لاكوكوت. انا تاعي تلصق على بالي الجلده كامله حتبقى فيهم، على ذيك وليت قليتهم في هذا المقله اللي ما تلصقش قبل. كما راكم تشوفوا هنا دوك نقلبهم حتى يديو لون احمر بهذا الشكل. كما قلت لكم لي لاكوكوت تاعها ما تلصقش ديريكت دير فيها. هنايا خلاص راهم تحمروا، شتو اللون اللي داوه بزاف هايل. هنا عاودت نقلتهم لاكوكوت، نزيد نفرغ هذاك الزيت اللي تقلاو فيه ولا ماريناد هذه اللي بقات، وزيدوا معاهم ورقه رند اذا عندكم. وكما قلت لكم هذاك الزيت اللي تقلى فيه الدجاج نعاود نرجعوه لانه البنه كامل راه يثم. هنايا درت فنجان تاع الماء ونغلق لاكوكوت. بعد ما نغلق عليها نخليها نص ساعه على نار تكون ماشي ناقصه بزاف وماشي متوسطه، تكون بين الناقصه والمتوسطه باش الدجاج هذاك ما يطيحش. هنا بعد نص ساعه الدجاج راهو طايب زبده وما فسدش الشكل تاعو. ما تخليوش يطيح بزاف، اذا طاب بزاف رايح يتفتت. وما تكثرولوش ثاني الماء، اذا كثرتوا الماء ثاني راح يتفتت بزاف. رافقته مع الفريت، تقدروا ترافقوه مع الروز، مع لابيوري، مع الخضره صوتي، يعني كاين بزاف اختيارات. شوفوا يجاب بزاف بنين، ثم طاب ما يديش وقت وهايل هايل. وهذه كانت الوصفه تاع نهار اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم، واذا جربتوها ما تنسوش تخليوا لي رايكم في التعليقات. وبسلامه الى فيديو قادم.